السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائنا الغاليين، أحب النهاردة إن شاء الله أتكلم معاكم عن فكرة ميزان في كل بيت. ده إن شاء الله أنا جايب المواسير اللي هي المربعة ديت مفرغة من الداخل، هعمل من خلال بيها إن شاء الله ميزان، ودي طبقين وشوية المسامير والصواميل بتاعتهم. طبعا احنا بنراعي حضرتك إن احنا المسامير والحاجات دي احنا بنجيبها مقاسات واحدة، عشان ده في الآخر ميزان. مش هينفع نحط مسمار في ناحية بحجم معين والتاني أصغر منه أو أكبر منه وهكذا. أنا دلوقتي هنا قطعت الحاجة بتاعتي ولحمتها، فهنتكلم دلوقتي عن المقاسات. هنا دلوقتي المقاس ده، القاعدة من تحت دي عبارة عن طول 46 سنتي وعرضها 10. يعني بص حضرتك هنا دلوقتي، وطول الارتفاع اللي في النص دي 12 سنتي. اللي طبعا ممكن تبقى 13 14 مش مشكلة. بال حضرتك، انا بالنسبه لي عاملها 12 سم الارتفاع بتاعها، والخرمين دول اللي فوق بعض اللي هم قصاد بعضيهم من كل ناحيه، الفرق ما بينهم 5 سم اهو، ودي برضو 5 سم. دول اللي في الجناب اللي هيشيلوا الكفف 5 سم ما بين كل خرم وخرم. يبقى احنا هنا دلوقتي ايوه، انا دلوقتي بص حضرتك هتلاقوا المسافه واحده ما بين ده وده، 5 سم وخمسة سم. والمواسير بقى دي اللي عبارة عن برضو اللي هتبقى ايه في النص، اللي هي هتبقى دي اللي شايلة الكفف. المسافة في القاعدة حوالي 45 سنتي بالظبط، وقلنا ديت في ارتفاعها 12 سنتي، وقلنا الفرق ما بين الخرام ديت 5 سنتي بالظبط. المسافة برضو هنا بقى قلنا ما بين الخرام وبعضيها في الماسورة اللي في النص دي بالظبط ما بين نص الخرم لنص الخرم 43 سنتي. بص، يعني احنا دلوقتي نقيس مع بعضينا من نص الخرم لنص الخرم اللي في الاخر 43 سنتي بالظبط. ده بالنسبة للميزان اللي انا عايزه. انت عايز تعمل ابعاد تانية مختلفة، اللي عايز يعمل ده هنا 43 سنتي برضه اهو زي بعضي. النص من الخرم اللي في النص شيء طبيعي، هيبقى من نص من النص للاخر 21 سنتي ونص، ده شيء طبيعي يعني. يبقى دي ابعاد الاخرام بتاعت الميزان. هنبتدي بقى نركب ان شاء الله الميزان. وطبعا انا حاطط ورد اللي هي هتبقى في الفواصل ما بين الحديد وبعضيه، على سبيل مفيش حاجه تزنق، مفيش حاجه تقف اثناء مفيش حاجه تعلق. فدي بص حضراتكم، ده بحط له ورد بالشكل ده. لما نيجي نحط الوردة بالشكل ده، بص هتتعبنا شوية أثناء التركيب. لما نيجي نحط الوردة بالشكل دوت عشان نركبها، الوردة هتبقى مش هنعرف نظبطها في ايدينا. بص هتتعبنا شوية. فلتسهيل عملية التركيب ديت، احنا هنجيب للورد اللي هو الأمير عشان نلزق الوردة فوق الخرم بالظبط، بدل التعب اللي احنا هنتعبه عشان نركب من غير الأمير. فبص حضرتك، احنا اهو بقى انا دلوقتي بيان عملي كده بوريك ان انا بص، يعني المفروض نظبط الورد على الفتحات بالظبط اهي. هو المفترض هنعملها من تحت، انا بس بوريها لكم من فوق عشان تشوفوها. من تحت اهو احنا حطينا الورد، وهنبتدي بعد كده نجيب الامير ونبتدي نلزق اهو الورد نقطة صغيرة بس كده، نقطة صغيرة على كل ورد، نقطة واحدة لا تذكر. هتمسك بس عقبال ما نركب وخلاص، عشان ما توقعش مننا الوردة اثناء التركيب، لان دي كانت اصعب حاجة صراحة في موضوع ان انت تركب واحنا بنركب الميزان. طبعا دي حضرتك فكرة انا بعملها، حتى لو في حد هيستوحى من فكرتي حاجة تانية ويعملها يكون افضل برضو، ويا ريت يفيدني واخد بالك، ويا ريت يتواصل معايا اللي عنده فكرة ما وحب يقولها لي. انا برحب قوي بالمسألة دي. احنا بقى هنبتدي نشتغل دلوقتي بإذن الله في التركيب، لان احنا خلاص كده لحمنا. انا دلوقتي لزقت كل الورد تقريبا مكانها، فهنبتدي بقى ان شاء الله نجمع القطع كلها
دي الحتتين اللي هو في الجنب اللي هيشيلوا الكفف، اللي هو الطباق. انا جايب طبعا طبقين يعني مفلطحين كده، على سبيل يبقوا ايه نحط عليهم الحاجة ونوزن وهكذا. اهو انا بوريك ازاي احنا ان شاء الله هنركب اهو، واحدة واحدة، ونركب اهو بالشكل ده. المسامير يا اخوانا ان شاء الله تكون كلها مقاسات واحدة. المسامير اللي انا جايبها دي 10 سنتي، كلها 10 سنتي. مسمار 10 براس صامولة مقاسه 10 سنتي. هنبتدي نركبهم واحدة واحدة كده، وهنشوف بقى بيان عملي بعد كده ايه على الميزان نفسه، وهنوزن قصادكم وهتشوفوا ان شاء الله المحصلة النهائية، وبإذن الله هتلاقوها تحفة تحفة وهتعجب الجميع بإذن الله يعني. طبعا يا اخوانا ان شاء الله انا بتعب شويه في الحاجات اللي بقدمها، وانا بفضل الله عندي حاجات كتيره جدا ان شاء الله برضه هقدمها. فارجو من الاخوه المشاهدين ليا يدعموني يعني بالاشتراك وباللايكات، يعني باذن الله عقبالك، عشان المحتوى دوت انا بتعب فيه، فاعرف ان شاء الله باذن الله ايه اقدم جديد وهكذا يعني. اهو احنا دلوقتي خلصنا الجزء ده، هنركبه بقى على الجزء اللي في النص مسمارين برضو. هتشوفوا النهاية ميزان ولا أروع إن شاء الله. ميزان هيعجب الجميع إن شاء الله. وبقول لحضرتك أنت المسألة سهلة وبسيطة، واللي عنده استعداد وله رغبة في إن هو هيعرف يعمله. وإن شاء الله في فيديو جاي هعمل بقى إن شاء الله ميزان تاني، بس ميزان هيبقى يعني ربة البيت اللي هي البسيطة في البيت هتعرف تعمله. ده عايز سنة احترافية، انما اللي هعمله ده ان شاء الله هتشوفوا ادواته بسيطة وحاجاته بسيطة وحاجات ما اقولكوش يعني، وهيعجب الجميع يعني. بقول لكم ان شاء الله ست البيت هتعرف تعمله، اللي هي بدون ادوات يعني ولا كلام من ده. هنا بصوا بقى احنا جبنا الطبقين اهم وخرمتهم في النص بالظبط، بالظبط اهو. ومسمار هنثبت الاطباق بالمسمار في الايه في الجنب بتاع كافة الميزان. والله يا جماعة افكار زي كده المفروض كل بيت يبقى فيه ميزان. بص انا فاتح، انا خرمت خرم، انا خارم خرم فوق هنا للمسمار هينزل من خلاله، وهربطه بصامولة من تحت كمان. نخلص الكفة التانية ان شاء الله ونوزن ونوريكم الميزان ان شاء الله هو شغال. وفي نقطة يا اخوانا برضه يا جماعة ان شاء الله ممكن تعملوها زي انا ما عاملها عندي في البيت. انا الموازين اللي هي السنج يعني الكيلوات والحاجات دي انا بستعيض عنها ببرطمانات. يعني بجيب برطمان وبملاه رملة وبوزن لحد مثلا بجيب كيلو مثلا سكر زي ما هوزن دلوقتي، بجيب كيلو سكر وبوزن قصاده كمية الرملة اللي هحطها في البرطمان دوت لحد ما تجيب الكيلو معايا بالظبط، واروح جاي قافل البرطمان، ويبقى ده خلاص بالنسبة لي ده المعيار بتاعي كيلو. وبعد كده بجيب انصاص، وبعد كده وهكذا، بدل ما اشتري برضو بتاع اهو. بص حضرتك هنا الميزان تقريبا خلاص هو كده خلاص انتهى تماما اهو. بصوا الميزان خلص ولا اروع ولا اروع. بصوا 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 اهو ميزان ولا كلمة. وبصوا هنجيب دلوقتي، هجيب كيلو اللي هو البرطمان ونجرب لكم بيه عشان تشوفوا المنظر اهو. ده البرطمان انا حاطط فيه رملة وهو عبارة عن كيلو، وانا من وزنه كيلو. فانت حاجة تقدر تعمل كل موازينك ببرطمانات.
اهو برطمانات. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو حاز على اعجابكم، واتمنى من حضراتكم الاشتراك باللايكات والاشتراك من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.